بس أحيانًا كان والدهم بيسمعهم في أوضتهم بيتكلموا مع بعض بصوت غريب وكلمات مش مفهومة. بس جون لاحظ إن في حاجة غريبة جدًا، وهي إن والدتهم المغربية ما كانتش مستغربة الموضوع، رغم إن المفروض تكون ملهوفة عليهم أكتر منه. وهنا يبدأ الشك إن ممكن تكون والدتهم عارفة حاجة عن حالتهم ومخبياها، وبدأ بالفعل يراقبها من غير ما تحس، عشان يتفاجئ إنها بتعمل حاجة غريبة ومش مفهومة. مراته كانت بتصحى في وقت متأخر من الليل لما تتأكد إنه كله نايم، وتتسحب وتروح الحمام، وبتكون مجهزة كلب ميت حاطاه في وعاء. تقفل باب الحمام على نفسها وتفضل تتكلم بصوت وكلام يشبه الكلام اللي كان بيسمع ولاده بيتكلموا بيه، كأنها بتكلم حد في الحمام. إيه ده؟ إيه الكلام اللي بيتقال ده؟ هو إيه اللي بيحصل بالظبط؟ وبعد ما خلصت لقاها خدت الكلب في نفس الوعاء وراحت بيه أوضة التوأم، وبدأت تتكلم معاهم ويكلموها بنفس اللغة. وبعد ما تخرج من عندهم تقريبا بيختفي الكلب، وعلى الأغلب التوأم بياكلوه. فضل الموضوع يتكرر كل ليلة وهو بيراقبها من غير ما تحس، لحد ما في ليلة قرر إنه يواجهها، وبالفعل استناها قدام باب الحمام وهي خارجة بالكلب، وبدأ يقول لها أنتِ بتعملي إيه بالضبط؟ أنا باشوفِك كل ليلة وبقى لي كتير باراقبِك، لو ما فهمتنيش اللي بيحصل أنا هابلّغ عنِّك الشرطة. ردِّت عليه الرد المرعب اللي صدمه، وقالت له: لا دول ولادك ولا هم بشر من الأساس، واللي بيحصل ده جزء من طقوس لكيان بيتحكم في العالم، وإحنا المساعدين بتوعه، وإنك لو بلّغت الشرطة قبل ما توصل لهم هتكون اتقتلت. لكن جون قال لها: أنا مش مهتم أصلًا بتهديدِك، بل بالعكس أنا هابلّغ الشرطة. فضل جون يزعق لها ويقول لها إنه لازم يبلّغ الشرطة، وإنه هيقول كل اللي هي قالته. وهو بيكلمها اتفاجئ إن شكلها بيتغير. فجأة مراته خدودها ظهر عليها دم يشبه قرون الماعز، ولون عينيها اتغير للون الأبيض، ووشها اتملى عروق بشكل بارز ومرعب. المنظر خلاه يقف ويبص لها وهو مذهول وعمال يترعش. بعدها قالت له بصوت خشن جدا غير صوتها الطبيعي، أنت حر، أعمل اللي يريحك. وقالت الجملة دي وسابته ودخلت أوضة التوأم، وهو سمعهم من بره بيتكلموا بنفس اللغة اللي مش مفهومة. الراجل كان هيتجنن